وبعد ما شرحنا الكوميونتي بتاعه الانفورميشن تكنولوجي ومكونات هذه الاندستري ومكونات الصناعه دي والشركات او البيزنسز اللي موجوده جواها والانشطه التجاريه اللي موجوده جوه الصناعه دي عامله ازاي، خلينا نبدا نتكلم على دورنا احنا بقى كبياعين. انت كبياع المفترض ان انت لما تيجي تشتغل في الانفورميشن تكنولوجي لازم تبقى فاهم انت داخل على مجال عامل ازاي، وطبيعه الشركه اللي انت داخلها عامله ازاي، وطبيعه البيع اللي انت هتبيعه عامل ازاي، والكاستمر بتاعك هو مين، ومين الكونسيومر اللي انت هتكلمه. كل بيزنس عن التاني بيختلف، الديسيشن ميكر ممكن يكون واحد بس الانترست مختلف. لازم تبقى فاهم انت داخل تبيع ايه وهتبيعه لمين. كسيلز بتشتغل في مجال الاي تي، انت عندك مجموعه من السيكتورز بتشتغل فيها. السيكتور الاولاني هو التريننج سولوشنز زي ما قلنا، السيكتور الثاني الداتا كوميونيكيشن سولوشنز، السيكتور الثالث الابلكيشن ديفلوبمنت سولوشن. طيب كل سيكتور من دول ده بيعمل ايه؟ اول سيكتور بالنسبه لنا التريننج سولوشنز بيقدموا تريننجز في الحته بتاعه النتوركينج زي ما شرحنا النتوركينج ايه هي، بيقدموا تريننج في الحته بتاعه السيستمز، بيقدموا تريننج في الحته بتاعه الابلكيشن ديفلوبمنت، بيقدموا تريننج في الحته بتاعه السكيورتي، بيقدموا تريننج في الديزايننج، تريننج الديزايننج اللي ليه علاقه بالسكيورتي ديزايننج، الديزايننج اللي ليه علاقه بالانفراستراكشر ديزايننج، الديزايننج في المنطقه دي، وبيعملوا حاجه اسمها كاستمايزد تريننج. هو ده التريننجز اللي بتبقى موجوده جوه الحته بتاعه او المنطقه او البيزنس بتاع التريننج سولوشنز. تاني سيكتور بالنسبه لنا هو الداتا كوميونيكيشنز سولوشنز. ايه هي الداتا كوميونيكيشنز؟ اللي هي زي الانتجريتد سولوشنز. بنتكلم على نتوركينج سولوشنز. يعني ايه نتوركينج سولوشنز؟ الشركات اللي بتبيع النتورك ديفايسز، السويتشز، الروترز، الكيبلز، الحاجات دي كلها لازم تبقى في شركه متخصصه بتقدم ده، عشان بيبقى عندها الفنيين المتخصصين في الموضوع ده. ما ينفعش اي حد يعمل الكلام ده وخلاص، وهنشرح ده لما نبدا نتكلم في كل سيكتور بتفصيله. طيب الداتا سنتر سولوشنز دي واحده من السولوشنز اللي بتتقدم تحت الداتا كوميونيكيشن. طيب ايه تاني؟ الانفورميشن سكيورتي سولوشنز، اللايت كارنت سولوشنز اللي هي الاي او تي، البروفيشنال سيرفيسز سولوشنز. دي السوليوشنز اللي بتبقى موجوده تحت السيكتور بتاع الداتا كوميونيكيشن وهنشرحه برضو بالتفصيل. طيب السيكتور الثالث بالنسبه لنا هو السيكتور بتاع الابلكيشن ديفلوبمنت سولوشنز. بنقدم فيه ايه؟ او السيلز بيشتغل يبيع ايه للكاستمرز؟ بيبيع الاي ار بي سولوشنز او الويب ابلكيشن سولوشنز او الموبايل ابلكيشن سولوشنز. دي الحاجات اللي انت كسيلز لما هتخش في المجال بتاع الانفورميشن تكنولوجي المفروض هتبيعها. عشان كده لازم وفي الاساس حضرتك كبياع او ده ناوي تدخل في المنطقه بتاعه الانفورميشن تكنولوجي اندستري، يبقى لازم تبقى فاهم انت داخل شركه بتقدم سيرفيس شكلها عامل ازاي والمين وايه هي طبيعه السيرفيس دي. تريننج سولوشنز، انفورميشن تكنولوجي سولوشنز ليها علاقه بالداتا كوميونيكيشن، ابلكيشن ديفلوبمنت سولوشن. طب هي لو تريننج سولوشنز بنقدم تريننج في كل حاجه ولا في اماكن معينه، في مناطق معينه، في تكنولوجيز معينه؟ طب لو هي داتا كوميونيكيشن سولوشنز بتقدم داتا كوميونيكيشن سولوشن ان جنرال ولا في مناطق معينه وفي تكنولوجيز معينه؟ في الحته بتاعت الابلكيشنز بنقدم الفولي سولوشن في الابلكيشن ويب واي ار بي وموبايل، ولا بنقدم متخصصين في حاجه معينه؟ الحاجات دي مهمه جدا. في شركات بتبقى متخصصه في اماكن معينه، وفي شركات بتشتغل جنرال. الشركات الكبيره اللي بقى لها كتير في السوق بتقدر تتوسع في الانفورميشن تكنولوجي اندستري بحكم ان هي قادره تبيع وقادره تفت الريكوايرمنت بتاعت الناس وقادره تشتغل في الكلام ده. احنا من ضمن الحاجات اللي قلناها كبياع ان انت لما تيجي تقدم سوليوشن للعميل لازم تبقى فاهم الكامباني كابابيلتي بتاعتك، قدرات شركتك عامله ازاي. دي من ضمن النولج اللي لازم تبقى موجوده عندك. عشان كده لازم تبقى فاهم انت داخل على شركه بتسيرف كاستمرز شكلهم عامل ازاي، والليست اوف سوليوشنز اللي هي بتقدمها عباره عن ايه.